السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده اسرع طريقه للملوخيه. مش هعملها بفراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، انا هعملها بابسط الطرق بمكعب واحد بس من مرقه الدجاج. معايا واحد مرقه دجاج، ومعايا 8 فصوص من الثوم، ومعلقه ملح صغيره، وكمان معايا بيكنج باودر بتحطي ربع معلقه في الشوربه بتاعتها، ومعايا كزبره ناشفه، وكيس ملوخيه بسمه. النوع ده حلو قوي. حطيت حله على النار وحطيت فيها مرقه الدجاج وسخنت الميه شويه، وبعدين حطيت الملوخيه لحد لما فكت بالمنظر ده. وانا بعمل التقليه كنت خليت الملوخيه اخدت غلوه واحده، وبعدين حطيت الطشه على الملوخيه وعطيتها غلوه كمان، وطفيت النار عليها. من اسرار بقى نجاح الملوخيه، اوعي تغطيها وهي سخنه، هتسقط منك وهتبوظ. ودي كانت اسرع وابسط ملوخيه بطعم حكايه من غير تكليف. ودي كانت أسرع وأبسط ملوخية عملتها من غير شوربة الفراخ، وطلعت جميلة جدا وأطعم منها مفيش. بس المهم تعرفي أسرار وتكات وحركات الملوخية على أصولها. قدمت معاها فراخ محمرة ورز حبة وحبة وشوربة من غير لسان عصفور. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وأكون وصلت ولو معلومة صغيرة لأي بنوتة لسه بتتعلم الطبخ المصري البسيط. انا خلصت الفيديو خلاص. لو مش مشتركين بقى في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد، وصلوا على النبي كتير قوي في التعليقات. شكرا لكم، مع السلامة.